السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب جميعا تكونوا بخير. يلا بينا إن شاء الله الدرس الثاني منهج حساب المثلثات رياضيات تالتة إعدادي. اللي ما يعرفش النظام بتاعنا هتلاقي فيديو نازل على القناة، ده اسمه فيديو النظام. روح افهم، في جروبات تليجرام بتبعت عليها أسئلتك، في امتحانات كل شهر ليها جوائز وعليها فلوس خد بالك. فروح كده شوف الفيديو، شوف جروبات التليجرام، وشوف الواجب، وشوف فيديوهات الواجب، وشوف مواعيد نزول الحصص. الفيديو مش هيكمل 5 دقايق وتعالى لي نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني درس في حساب المثلثات. الدرس اللي فات قلنا يعني ايه جا ويعني ايه جتا. فهمنا يعني ايه الزاوية وقياس الستيني، بنقرا الزاوية ازاي بقياس الستيني. حلينا شوية مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا كده نبتدي. احنا عندنا عايزين نجيب. الدرس بيتكلم ان احنا عايزين نشوف جا 30 بكام وجا 60 بكام. فيلا بينا بسم الله. يقول لك المثلث ده مميز. طب هو مميز ليه؟ اقول لك ليه. المثلث ده مميز لأن هو مثلث ثلاثيني ستيني. يعني ايه ثلاثيني ستيني؟ المثلث ده قائم الزاوية، فزي ما قلت لك الزاويتين دول مجموعهم ب90. الزاويتين دول واحدة منهم ب30، واحدة منهم ب60. طب هو ليه مميز؟ أقول لك. لأن أنت خدت قاعدة زمان إن المثلث التلاتيني الستيني الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص الوتر. يعني لو ده ب5 طب 10، لو ده ب3 ده ب6، لو ده ب20 طب 10. حلو كده؟ حلو كده. دي حاجة قديمة انت واخدها، الضلع المقابل للزاوية 30 يساوي نص الوتر. طيب اهي كاتبها لك. يعني كده من الآخر ألف ب بيساوي ايه؟ بيساوي نص ألف ج. حلو كده؟ حلو كده. ايه علاقة ده بقى بجا؟ أقول لك ايه علاقة ده بجا. تعالى نثبت جا 30 بكام؟ جا 60 بكام؟ يلا بينا. لو عندنا مثلث، المثلث ده اهو. حلو كده؟ اعتبره مثلث كده جميل. قلنا دي ب60، دي ب30، دي طبعا ب90. فلو احنا افترضنا ان دي لام، بما ان الضلع المقابل لزاوية 30 نص الوتر، فدي لو دي لام تبقى دي 2 لام، عشان اللام نص هي نص الاتنين لام. حلو كده؟ حلو. طيب فاحنا دلوقتي عايزين نجيب الضلع ده. نقول مثلا ده ألف ب ج. ماشي. فاحنا نقول في من فيثاغورس بيقول بما ان، يعني هنقول في المثلث ألف ب ج، بما ان ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع تساوي ألف ج تربيع. يبقى ألف ب تربيع ألف بلام، لام تربيع بلام تربيع زائد ب ج تربيع دي اللي احنا عايزينها بتساوي ألف ج تربيع اللي هو 2 لام الكل تربيع. جميل. يبقى إذا والله ب ج تربيع هتساوي الاتنين لام تربيع دي 2 تربيع ب4 ولام تربيع بلام تربيع ناقص هنودي اللام تربيع الناحية التانية بعكس الإشارة تبقى لام تربيع. يبقى ب ج بتساوي 3 لام تربيع. عشان بس أنا نسيت أقول، لو أنت شايف إن اللي بعمله ده مش مفيد أنت ممكن تمشي الفيديو ومش هتخسر حاجة على فكرة، وهيبقى زيك زي التاني. ولكن الفرق ان الراجل التاني فهم الموضوع ده جاي منين، فهيتثبت في ذهنه اكتر، فهياخد وقت اقل كتير في الحفظ. دماغه هتوسع اكتر شويه عنك، هو كده فهم الرياضه، انت كده عايز تفهم الحل فبراحتك. حلو. فب ج تربيع بتساوي 3 لام تربيع. فاحنا هناخد باخذ، هنقول له باخذ الجذر التربيعي للطرفين. ماشي كملها انت. يبقى ب ج بتساوي جذر ل3 لام تربيع. فهيبقى ب ج بتساوي دي هتروح مع دي وهيبقى جذر 3 لام. يبقى احنا هنروح هنا نحط جذر. والله بقى روح كده بقى، يلا بينا هات لي. يعني احنا هنا عملناها عادي باللام يا جماعه. ماشي عملناها عادي باللام. روح هنا هات لي جا 30. جا 30 المقابل لا على الوتر اللام. شفت بقى؟ اللام راحت مع اللام فبقى نص. يبقى جا 30 بكام؟ بنص. يبقى احنا كده اثبتنا ان جا 30 بنص. احنا كنا ممكن نثبتها من الاول عادي. طيب استفدنا ايه بقى من اللي احنا جبناه ده؟ هات لي جاتا 30. والله جاتا 30
تساوي المجاور اللي هو جذر 3 لام على الوتر اللي هو 2 لام، ده تروح على ده، يعني جتا 30 جتا 30 تساوي جذر 3 على 2. طب بالنسبة لل60 دي نروح بقى نعمل لها إثبات تاني. طب لا خلاص، طب ما تجيب كده جا 60، جا 60 هتساوي المقابل، أنا آسف، هات لي جتا 60 الأول، جتا 60 المجاور لا على الوتر 2 لا تساوي لما تروح مع الله بتدينا ايه؟ نفس النص. طب روح هات لي جتا 60 دي جا 60 المقابل جذر 3 لا على وتر 2 لا لم تروح مع الله لنا كام؟ جذر 3 على 2. ده كده اللي احنا عايزين نطلع بيه من الإثبات. الظاهر سهلة جدا خلاص، دي ده على ده تطلع واحد على جذر 3 ونظام 60 تطلع بجذر 3. ما علينا اكتبها لك في السبورة اللي جاية، ولكن ده اللي انا عايز اطلع بيه من اول سبورة. تعالى كمان اجيب لك الظا هنا ادام في حتة فاضية. الظا 30 والله بتساوي ظا 30 المقابل اللي هو لام على المجاور اللي هو جذر 3 لام هتساوي لا تروح مع اللام واحد على جذر 3. لو كتبتها على الآلة مش هتطلع لك كده. ليه؟ لأن الآلة ما بتسيبش جذور تحت، فأنت هتعرف في جذر 3 أكنك إحنا هنسيبها كده عادي، في مش مشكلة، هتعرف في جذر 3 هنا وجذر 3 فوق، فجذر 3 وجذر 3 ب3 وجذر 3 فوق هتدينا جذر 3 على 3 بس. والظا 60 خلاص المقابل جذر 3 لام على لام هتدينا جذر 3. ماشي ماشي. اللي أنا قلته ده انا كده اثبتت لك جا 30 بكام، جا 60 بكام، وزا 30 بكام، جا 30 جا 60 بكام، وجا 60 بكام، وزا 60 بكام. حلو كده، حلو كده، تمام تمام، فل. طيب لو انت بقى ما فهمتش الكلام اللي انا قلته ده انت وعايز تفهمه ممكن تقتل الفيديو تفهمه اكتر. انا ما عملتش حاجه، كل اللي عملته فرضت دي بلام فدي تدينا 2 لام، خلاص يبقى جا 30 بتساوي مقابل على الوتر اللي هو لام على الاتنين لام يدينا نص. حلو. طيب انا عايز اجيب دي ولا اي حاجه، فرضت دي بلام ودي ب2 لام، هتروح تشيل فيثاغورس بيقول لنا ان الداله ده تربيع زائد الداله ده تربيع بيساوي الداله ده تربيع. شلت الداله ده تربيع اللي هو لام تربيع، ب ج تربيع زي ما هو، الف ج تربيع شلت الالف ج وحطيت 2 لام، 2 لام تربيع ب4 لام تربيع، ادي اللام تربيع وديتها الناحيه الثانيه بقت ب3 لام تربيع، وخدت الجذر طلعت ايه؟ بجذر 3 لام وحلتها بس. فانا كده جبت لك اثبتت لك الدنيا. وانت دلوقتي بقى ما فهمتش الكلام ده هتلاقيني في السبوره الجايه كاتب لك جدول ملخص الدنيا وملخص الشكل ده تحفظه. والله انت كده المفروض اصلا من الشكل ده تكون الموضوع اتثبت في دماغك اكتر. يلا بسم الله. الجدول معاق شويه بس المهم ان هو ايه هيقضي الغرض. بص يا معلم، دي جا 30 نص، جا 60 جذر 3 على 2، جا 45 واحد على جذر 2، جت 30 جذر 3 على 2، جت 60 بالنص، جت 45 واحد على جذر 2، ظا 30 بواحد على جذر 3، وظا 60 بجذر 3، وظا 45 بواحد. طيب دلوقتي في اثبات ان ظا 45 بواحد على جذر 2. عندك المثلث اهو وعندك زاويتين 45 هنا، حلو كده، والضلع ده بيساوي الضلع ده. انا عايزك انت ادي الف ب ج، حلو كده، ده الاثبات، ده الاثبات. انا عايزك انت تثبت ان جا 45 تجيب لي جا 45 بكام وجتا 45 بكام وزا 45 بكام. ايه اللي هيعملها الاول هيكون لي مكافاه. حلو كده، اعملها لي وابعتها لي على جروب التليجرام وهنشوف بقى نديك المكافاه ازاي بقى لو انت بعيد عننا. ماشي ماشي يا معلم، بس اعملها يعني واكتب في كومنت ان انا عملت البتاع ده. الشروط اكتب في كومنت على الفيديو ده عملت الاثبات وروح ابعتوا لي على التليجرام. والله لو طلع صح وانت كاتب اول واحد وبعت اول واحد هتكسب، مش اول واحد لاول 5 يعني هيبعتوا الاثبات. يلا بسم الله. كده 60 روح لي هنا كتا 60 نص، ماشي. جا 60 جا 60 جت 3 على 2، ظا 45 ظا 45 واحد بتساوي، احسبها انت على قلبك. ماشي طيب 2 جا 60 جا 60 جا 60 جا 3 على 2 2 في جذر
3 على 2، فطبيعي دي تروح مع دي، فجذر 3 زائد 4 في جذر 30. جذر 30 جذر 3 على 2، 3 على 2، فطبيعي برضو دي تروح مع دي، هيبقى 2، فدي تبقى 2 جذر 3 زائد ظا 60. ظا 60 بجذر 3. حلو حلو، يبقى انت كده حضرتك تجمع جذر 3 وجذر 3 و2 جذر 3 يعني 4 جذر 3. ماشي ماشي يا معلم. هو دلوقتي بيقول لك س جت 30 جت تربيع 45 بتساوي جت تربيع 30. طيب هو سؤال، هو انا مش انا ممكن اعتبر ان والله ده كده حاجة واحدة؟ هات لي قيمتها. جت 30 بكام؟ بنص في جت تربيع 45. جت 45 تربيع يعني 1 على جذر 2 الكل تربيع. 1 على جذر 2 الكل تربيع يعني دي نص في دي نص. احسبها انت، نص في نص هيدينا كام؟ هيدينا ربع. حلو كده، حلو حلو اهو ربع. بيساوي جتا تربيع 30. فين جتا تربيع 30؟ جتا 30 اهي. جتا 3 على 2 تربيع ب3 على 4. احسبها انت. فانا دلوقتي عندي من الاخر ان ربع مضروبه في س بتساوي 3 على 4. طب اعمل ايه؟ اقوم قايل له والله انا هضرب في 4 هنا و4 هنا، فلما اضرب في 4 هنا الأربعة راحت مع الربع، يبقى س بتساوي 4 دي هتروح مع الأربعة دي 3، يبقى س بتساوي 3. يبقى أنا جبت له الس اللي عايزها. يبقى أرجع أعمل كده وأقول له كده. بس كده فاضل لنا مسألتين تلاتة صغيرين. الدرس النهاردة سهل وبسيط، هي حساب المثلثات يعني إن شاء الله. إيه لو ركزت معايا سمعت الفيديو مرة أو سمعت الفيديو مرتين هتلاقي إن أنت مش محتاج تذاكرها تاني لحد أول السنة، لا ولسه فيديوهات الواجب والكلام ده كله هتظبط معاك إن شاء الله. خش يا صاحبي على المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك اذا كانت جت 4 س بتساوي نص. طيب انت هو لو مديك دي انت تجيب الزاويه ازاي؟ اقول لك. انت دلوقتي عشان تحسب الجاع على الاله بتقول ساين مثلا 60 تطلع لك جذر 3 على الاتنين. حلو كده. طيب ساين دي اللي هي هنا يعني اتمنى كوساين كوزاين تاني. ماشي ماشي. طيب لو هو دلوقتي مديني اصلا ان يعني ساين 30 بنص صح كده. طب لو هو مديني النص انا اجيب بقى الزاويه ازاي؟ لو انا واحد مش حافظهم مثلا، هو مديني ان جاي حاجه بنص، اقوم دايس على الشيفت اللي فوق على الشمال وادوس على الساين واكتب ايه الرقم اللي هو مدوني اللي هو النص. عكس العمليه يديني 30. طيب هو مديني جت 4 س بنص، يبقى انا والله اكتب جت اللي هي كوزاين شيفت كوزاين نص يديني 60. طيب هتقولي كده السين ب 60 الله اكبر. هقول لك انت حضرتك حمار. ليه حمار؟ يا ريتني مش تمتك. لين الأربعة س بتساوي 60، يبقى السين بتساوي 60 على 4 بتساوي 15. حلو كده حلو كده. خش على بعض. ظا س زائد 1 بتساوي جذر 3. طيب هتروح على الآلة شيفت تان، الظا دي اللي هي التان جذر 3 تطلع لك 60. تقول له ماشي، تقول له س زائد 1 بتساوي 60، يبقى السين بتساوي 60 ناقص 1 يعني السين بتساوي 59. مش درجة، السين دي مجهول عادي. حلو كده حلو كده. ايه دي؟ 60 على 4 فيها 15. أنا آسف أنا مش عارف أنا قلتها ايه، بس هي 60 على 4 فيها 15 ودي 15. 4 س بتساوي 60 اقسم على 4 60 على 4 بتساوي 15. حلو كده حلو كده. جا س بتساوي نص. ماشي ماشي خلاص. يبقى أنا هعمل شيفت ساين النص تديني 30، يبقى السين بتساوي 30. هتقول لي طب هي دي كمان بنص؟ لا هو عايز جايه 2 س، يبقى اضرب 2 في 30 تديك 60. يبقى هو عايز جا 60. جا 60 انا قايل لك انها بجذر 3 على الاتنين من السبوره اللي فاتت. مش حافظها وده مش حرام ولا عيب. اكتب كوزين 60 دي كده، انا اسف ساين 60 هيديك جذر 3 على الاتنين. بس يستحسن طبعا تكون حافظها وانت ان شاء الله تحفظها مع الوقت. طيب هو بيقول لك جتا س زائد 15 بتساوي نص والله، يبقى اذا شيفت كوزين النص. حلو كده حلو كده. يديك 60 تقول له س زائد 15 بتساوي 60، يبقى اذا السين بتساوي 60 ناقص 15.
يبقى السين بتساوي 40. الله اكبر جا عليك. 75 ناقص س. هو دلوقتي عايز جا 75 ناقص س. هتقول لي اجيب اهي س اهي، يبقى اهو جا 75 ناقص 40. ثانية واحدة كده. ماشي، 75 ناقص 40، خلي دي 70 احسن عشان تبقى. يبقى اهي، يبقى جا 70 ناقص 40 جا 30، اللي هي بتساوي نص. تقول لي دي هي دي ما عليكش دعوة بقى، انت مالك بقى، دي صدفة بقى، الحمد لله صدفة. ماشي يا سعد. 4 جتا 60 جتا 30 بتساوي زي س. هتقوم انت رايح جتا 60 بكام؟ والله انا حافظها ان هي بنص. انت مش حافظها، روح اعملها على الاله. جتا 30 بكام؟ انا حافظها برضو ان هي بنص. في الاربعه 4 في نص في نص بواحد. انت مش عايز تعملها؟ اضرب نص في نص ربع. ربع في 4 برضو بواحد. حلو كده، يبقى دي كده كام؟ بواحد. بيساوي ز س. يبقى اروح على الآلة بتاعتي اعمل شيفت تاني لواحد، هيديني ان السين ب45. فاضل مسألتين في الدرس، يلا بينا. يلا يا رجالة، بسم الله الرحمن الرحيم. آخر سؤالين في الدرس ده بالنسبة لي أنا. أنا خلصت تصوير، أنا راجل تعبت. أنت بقى روح يا باشا اقرا الملخص اللي على جروب التليجرام. لو أنت مش عارفش إيه جروب التليجرام ده، خش على في التشانل هتلاقي لينك جروب التليجرام. خش عليه بعد كل حصة بينزل ال بسم الله الرحمن الرحيم بينزل لينك، بينزل PDF لملخص الدرس والواجب اللي عليك، واللينك بنبعتك على اللينك الجروب التاني. بتبقى عندك اليوم كله بتسأل الأسئلة اللي أنت عايزها وبنجاوبك عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بيقول لك ده شكل رباعي. أنا طلعت لك المعطيات على المسألة. ج د ب 8 سم، وب ج ب 3 سم، وده دي ب 90 ودي ب 90. طيب هو عايز إيه؟ هو عايز قياس زاوية ب أ د. الزاوية دي كده كلها ب أ د زي ما علمتك. ب أ د. هو عايز الزاوية دي كده كلها. ماشي، وعايز ظابي. طب تعالى نبتدي بظابي. هو مش انا قايل لك استغل المعطيات اللي هو مديها لك؟ هي مش دي زاويه 30؟ وانا قايل لك ان الضلع المقابل للزاويه 30 بيساوي نص الوتر، والوتر ده 8، يبقى دي ب4. شكرا. طب هنكتبها له ازاي؟ هتقول له والله بما ان، هو مش بما ان، لو هتقول له في المثلث ا ب ج، بما ان قياس زاويه د بتساوي 30 وج د بيساوي 4 ثانية، قياس زاوية د بتساوي 30، يبقى إذا ألف جيم بيساوي نص جيم د بيساوي 4 سم. حلو كده. حلو، يبقى أنت جبت خلاص إن دي ب4 سم. تقوم رايح قايل له بقى إيه في المثلث ألف ب ج. حلو خلاص، ده 4 سم أهي. تقول له ظا ب بتساوي ظا المقابل 4 على المجاور 3. حلو كده ادي ظابط. هو عايز قياس زاوية ب أ د. طب والله انا معايا. هتقول له بما ان قياس زاوية ب أ د بتساوي قياس زاوية ج أ د زائد قياس زاوية ب أ ج، صح كده؟ الزاوية الكبيرة اللي هي ب أ د بتساوي قياس الزاوية الصغيرة اللي هي ج أ د زائد ب أ ج. ماشي. يلا بينا. فاحنا دلوقتي معانا ان ج أ د بتساوي 90 درجة. هتقول له يبقى إذا قياس زاوية ب أ د، امشي مع نفسك كده لحد ما تساوي 90 درجة زائد. هو عايز بقى ايه؟ ب أ ج. ب أ ج. طيب انا اجيب ب أ ج دي ازاي؟ والله هاجي اقول لك، لو جينا على جنب كده قلنا تعالى نجيب قياس زاوية ب أ ج. طب هو، ونقعد نفكر مع نفسنا اجيبها ازاي؟ في توازي اعمل منه تبادل؟ لا. طب في اعمل تناظر؟ لا. الزاوية دي بتساوي اي زاوية تانية؟ هو قايل لي مثلا برضه لا. وما قاليش ان دي بتوازي دي عشان اقول ان دي بتساوي دي، ما قاليش الكلام ده. اعمل ايه؟ اقول لك يا صديقي، هو مش ممكن اقول ان اجيب مثلا ظا الف. فلو جبت ظا الف هتساوي المقابل اللي هو 3 سم على المجاور اللي هو 4 سم. تقول لي طب ما انا كده جبت الظا. هقول لك هو مش انا لسه قايل لك في السبوره اللي فاتت
تقوم انت رايح على الآلة تعمل شيفت تان التلاتة على الأربعة، تديك الزاوية اللي هي ب36 درجة و52 دقيقة. تقوم انت قايل له إذن قياس زاوية ب أ ج بتساوي كام يا صاحبي؟ 36 درجة و52 دقيقة بالتقريب، وتقوم رايح جمعها له هنا وتجيب له الناتج. بس كده 36 و90 126 درجة و52 دقيقة. يلا بينا على آخر سؤال. بسم الله. هو بيقول لك أ ب ج. أ ب ج ده مستطيل. حلو. حلو. دي ب 6 سم، أ ب ب 6 سم، وأ ج 13 سم. هو عايز يقيس زاوية أ ج ب. طيب أروح عند أ ج ب، أروح أعمل كده وأقوم أعمل كده مظلل عليها. والله يا دي أ ج ب. أه. إيه الضلعين اللي معايا؟ هل أنا معايا الوتر؟ أه. طب أنا معايا المقابل؟ أه. يبقى أنا أروح أقول له جه أ ج ب بتساوي 6 المقابل على 13. يبقى إذا قياس زاوية أ ج ب بتساوي، أروح على الآلة زي الشاطر أو عامل شيفت ساين 6 على 13 تطلع 27 و29 دقيقة. حلو كده. تطلع 27 درجة 29 دقيقة. هادي هو اللي هو عايزها المطلوب الأول. حلو كده. حلو. أروح عند مساحة المثلث، قصدي مساحة المستطيل. ميم دي اختصار لمساحة، علامة دي علامة المستطيل عشان ما نقعدش نكتب كتير. المستطيل مساحته بتساوي، تقول له بما أن مساحة المستطيل بتساوي، أنت ما تكتبش كده، أنت اكتب له عادي الطول في العرض. يبقى مساحة المستطيل، إذا مساحة المستطيل بتساوي الطول اللي هو 6 في العرض اللي هو أصلا مش معانا. فاحنا نروح نعمل إيه؟ هنقول له فيثاغورس. نروح نعمل إيه؟ نقول له بما أن، هنقول له طبعا هنقول له الأول في المثلث أ ج ب، بما أن أ ج تربيع بتساوي أ ب تربيع زائد ب ج تربيع. ماشي. يبقى إذا هتقول له بقى، تقول له 13 تربيع بتساوي أ ب تربيع لست تربيع زائد ب ج تربيع. احسبها على الآلة مع نفسك، هتطلع إن ب ج بتساوي 11 ونص بالتقريب. تقوم انت رايح تكتب له هنا 11 ونص وتطلعها له على الآلة، شوف هتطلع بكام. بص يا صديقي، كده حساب المثلثات بفضل الله خلص. خلصنا فرع حساب المثلثات في الرياضة التالتة إعدادي. لو انت لسه مش على جروب التليجرام هرجع اقول لك تاني انزل خش وظبط الدنيا عشان في امتحان ان شاء الله شهر هينزل لك. بس كده اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. لو استفدت شير الفيديو لاصحابك ولاي حد تعرفه في تالتة اعدادي عشان يستفاد ويفهم الرياضة ما يبصمجهاش ان شاء الله. بس كده، ربنا معاكم ويكرمكم ويوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم.